السلام عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايب لكم اكله شتوي حلوه اقتصاديه مغذيه. في ناس كتير ما بتحبهاش، لكن احنا النهارده بالطريقه دي ان شاء الله هيحبوها وهتعجبهم جدا. في اللي بيحب القرنبيط وفي اللي ما بيحبوش. النهارده بالطريقه بتاعتنا هيحبوه، يحس ان هو كنتاكي، يعني كنتاكي كده متدلع على حاجات خفيفه. طبعا احنا هنعمل بطاطس معانا هتبقى طعمها زي القرنبيط واحلى. احنا ده طبعا عندنا في الأسرة، في اللي بيحب وفي اللي ما بيحبش، فهنعمل للناس عشان ايه يبقى وجبة واحدة. ايه ما نتعبش نفسنا ونعمل كذا حاجة. ان شاء الله بالخلطة بتاعتنا ديت هيبقى كل الأسرار فيها، فهنعملها مع بعض. سندوتش بقى ما اقدرش اقول لكم. مقطعين بقى الرغيف البلدي عليه شوية جرجير، قطعتين بطاطس، قطعة قرنبيط، شوية سلطة بلدي. بجد الأكلة دي باكلها وانسى الدنيا. ايه رأيكم؟ شكل السندوتش يفتح النفس. القرنبيط من بره مقربش ومن جوه طري. البطاطس دي هتعجبكم جدا بجد. لما نكونش فيه الوان القرنبيط، انا بعمل البطاطس دي مخصوص بالخلطه دي، هتعجبكم جدا. ايه رايكم بقى في السندوتش؟ يستاهل ولا لا؟ يستاهل. يلا بقى بينا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه اجيب القرنبيطه بتاعتي كده، نكون منقيانها، الورد بتاعها يكون متماسك كده، ما يكونش مفرول معانا. هجيب القرنبطيه بتاعتي وهفصصها، نقطعها الوردات. في الورديه بتاعتها بتبقى كبيره هنقسمها نصين، في وردات بتبقى صغيره هنسيبها زي ما هي، وهنقشر العنقود بتاعها كده. انا بحب بصراحه يكون الحته ايه متوسطه كده، لا هي كبيره قوي ولا صغيره. اللي بلاقيها كبيره بقوم قسماها. هنخش بقى هنجيب حله سخنه على النار، هنحط فيها معلقة كمون وشوية ملح وشوية لبن. الخطوة الكمون دي مهمة جدا، اللي مش هيحطها يزعل من القرنبيط بعد كده. هنجيب بقى القرنبيط بتاعنا أول ما المية تغلي بتاعتنا كده، وننزل بالوردات بتاعتنا، وهنسيبها على النار بتاعتنا تكون مغلية. هتعمل وش كده، هشقط الوش بتاعها كده بالمعلقة معايا، وبالظبط 5 دقايق. أول ما اتك كده على الزهراية بالشوكة الاقيها استوت، أنشل معانا ايه القرنبيط. طريقته سهلة جدا وما فيهاش أي حاجة. القرنبيط ما بحطش غير 3 حاجات: معلقة لبن تحطيها عشان يبقى لونه فاتح كده وابيض، ما يغمقش من من الكمون. احط الدور التاني معايا كده واخلص الكمية بتاعتي. هنيجي بقى للخلطة بتاعتنا اللي الشغل كله هيبقى فيها. انا هجيب 3 4 بيضات، انا هحط 3. تحطي بقى 4، تحطي اكتر، زي ما تحبي وانتي وامكانياتك. على العموم احنا هنحط 3 بيضات كده زي ما احنا شايفين. تحطي بقى 3، تحط 4 زي ما انت عايزة. وهنجيب المضرب بتاعنا كده وهنلف بيهم، نضربهم كده شوية. تمام كده زي الفل. هي هنجيب معانا اول حاجة بقى هحط كوباية لبن، انزل بقى كده واضربها معاه مع البيض. انا لازم اخلي قيمته الغذائيه برضو عاليه شويه. ايه ونظبطه. هنحط معلقه كركم، معلقه فلفل اسود، معلقه كمون، معلقه بابريكا، إيه معلقه ملح. تمام كده. التوابل ده مهم جدا عشان بيدينا طعم حلو. هجيب طماطمايه وابشرها بالمبشره تبقى ناعمه، وانزل بيها بتديله تسكيره حلوه قوي. ونضرب المكونات بتاعتنا. هنجيب 3 4 فصوص توم ونطحنهم او ندقهم كده، وبرده في نفس النظام هنحطهم، بيديله ريحة حلوة قوي. وهنجيب كزبرة وشبت وبقدونس نص حزمة من كل نوع، وهنقطعهم تقطيع كده ناعم على قد ما تقدر. وهننزل برضو فيهم كده ونلفهم معانا بالمضرب او بالشوكة. تمام. لازم نخلص المكونات كده مع بعضيها. وبعد كده هجيب كوباية دقيق وانزل بيها واحدة واحدة كده الفها عشان ما تبهدلناش الدنيا. وهنزل بيها على الخليط وابدأ اقلبه زي ما احنا شايفين كده. احنا عايزين العجينة بتاعتنا لا تبقى سايلة قوي وهنجيب معلقتين نشا وانزل برضو بيهم مع الدقيق. نقلب قلب قلب لحد ما العجينة بتاعتي اشوفها لو متوسطة عايزة شوية دقيق تاني احط لها، عايزة شوية لقيتها جبسة احط لها شوية لبن شوية مية، برضو مفيش مشكلة. يعني افرضي ما عنديش لبن ازوده ميه عادي. هنجيب بقى دي خطوه مهمه، معلقه بيكنج باودر، بيديله هشاشه كده وبيخلي الخلطه معايا خفيفه ومديها كده نفخه حلوه. دي خطوه بقى ايه بصراحه بتدي تست عالي قوي للخلطه. هنجيب معلقتين قشطه من وش اللبن ونحطهم، بتديله طعم بصراحه، بتودي ايه الخلطه دي في حته تانية خالص. موجودين ماشي، مش موجودين خلاص. انا لقيت الخلطه بتاعتي محتاجه معلقتين دقيق زودتهم. زي ما انا قلت يا جماعة. لقيتها خفيفة، هزود عليها معلقتين
دقيق. لقيتها تقيلة هحط عليها شوية لبن أو مية. هجيب بقى بطاطس معايا كده وبالسكينة هقطعها أتخن من الشيبسي وتكون رفيعة مش بحجم تخين، يعني شايفين زي ما بعملها بالسكينة كده بس تكون رقيقة. طبعا غسلتها كويس وجبت مية من الكاتل وشوية ملح وقلبتها عشان مش هسلقها. هحطها واغطي عليها 10 دقايق. انا هجيب بقى الخلطه الجميله معايا كده ويكون الزيت بتاعي سخن وانزل بالخلطه القرنبيط في الخلطه بتاعتي واحطها على النار. الزيت يكون سخن وابدا اوطي عليه علشان يستوي معانا العجينه تبقى مستويه ما تبقاش ايه عامله وتكون في نفس الوقت مقرمشه من بره. هطلع معايا القرنبيط بعد ما يستوي يبقى بالشكل اللون الذهبي ده. بجد يا جماعه الريحه مش قادره اقول لكم، انا من عشاق القرنبيط عشان كده بعمله بمزاج وتكنيك. هنبدأ بقى نحط الطاسة التانية نخلص كل كمية القرنبيط وانزل بقى بالبطاطس زي ما طلعتها كده عادي ومن غير سليق ولا اي حاجة. هحطها في الخلطة بتاعتي زي القرنبيط وابدأ اقليها. بصراحة البطاطس دي هتعجبكم جدا، ولو مش في اوان القرنبيط هتعملوها وتاكلوها. بجد يا جماعة تحفة اوي، شايفين شكلها تحفة. ايه رأيكم بقى؟ شايفين معلقة البيكنج باودر اللي احنا حاطينها دي بتخليها هشة كده ومنفوخة، وبجد الرق بتاعها تحفة مع طبق سلطة بلدي كده. بجد هتنسوا شوية جرجير وعيش بلدي، انسى يا عمرو. بجد تحفة تحفة تحفة. فأنا أتمنى إنكم تجربوها. أكلة سهلة بسيطة مغذية ما خدتش مني أي وقت. بجد طعمها حلو قوي. عاملين البطاطس مع القرنبيط، اللي ما يحبش القرنبيط ياكل بطاطس، اللي ما ياكلش البطاطس ياكل قرنبيط، بس أنا متأكدة الاتنين هيتاكلوا. لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير وتفعيل زر الجرس. وانا قناتي قناة المطبخ أسرار المطبخ مع رشا. بحبكم في الله. فيديو جديد آخر وأتمنى أنكم تعجبوا الفيديو بتاعي وتعملوا اللايكات. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.